احذروا يا جماعة من الاشخاص اللي بيبقى هو اساسا فاسق في الواقع ويجي يعمل فيها نبي على المواقع. مواقع السوشيال ميديا ياما بتلاقي من الناس دي كتير. تبتدي الحكاية مع واحدة معرفة بتتصل بيا وهي حزينة. هي اولا حزينة لان لسه بنتها متوفية، كانت مريض السرطان وعانت مع المرض كتير وربنا افتكرها الله يرحمها، لكن حزنها زاد حزن. ليه بقى؟ لان بنتها كان ليها حد من اصدقائها في الشغل وهي بتشتغل في حتة حكومية. صديقها ده او زميلها في الشغل كتب بوست بينعيها حاجة ملهاش حل، كلف نفسه وقعد يعمل خطة جهنمية عشان يطلع بوست فيه قصة درامية يغمس وسطيها بعض الجمل اللي تبين قد ايه هو ملاك بجناحها. بيقول ايه بقى البي؟ انا معرفهاش، ربنا يرحمها ويجازيها خير على التعب اللي هي تعبته في مرضها، لكن انا ليا معاها قصة. انا كنت معرفهاش، لكن احد القيادات في الشغل عندنا اتصل بيا وقال لي لو سمحت عايزين نكلم لها الراجل اللي ماسك الرعايه الطبيه ان يعمل لها رعايه شامله. ما اعرفش جاب تليفوني منين، لكنها لقيتها بتتصل بيا وبتشكرني. بقول لها بتشكريني ليه؟ قالت له انا عرفت انت عملت معايا ايه. قال لها لا انا ما كنتش عايز حد يعرف. ليه؟ قالوا لي ولانه ذكي وبيعرف يعمل حوارات جامده. قال لك لا ما هو القصه مش هتكمل من غير ما تجيب سيره المرحومه، ما هي برضه صاحبه الليله. اخد البنط لوحدي لكن ما نسيش نفسه. يرجع يقول لك ومن ساعتها دبت معانا علاقه صداقه وبقيت اسال عليها على طول وبتابع حالتها باستمرار. ولما كنت بسال عليها اكتشفت قد ايه هي شخصيه ملتزمه وجميله. حتى لما كنت دايما اذكر لها الله كان يخشع قلبها وعينيها تدمع. وكل ما كنت اشير اي بوست على الفيس فيه وطنيه كانت هي تقعد تساعدني وتشيره. واضح ان هي كان عندها حس وطني. يا اخي الله يرحم الوطن من الناس اللي زيك. لا اله الا الله. ما تهدوا يا جدعان فعلا. اللي ملوش عظه في الموت خلاص على قلبه السلام. الست بتقول لي انا بنتي واخده اجازه بقالها اكتر من سنتين من الجهه الحكوميه وشغاله في قطاع خاص، والقطاع الخاص ده هو اللي قام فعلا بالرعايه الطبيه بتاعتها اثناء مرضها. ان هي دلوقتي بين ايدينا حق ما تقدرش تيجي تكذبه. يا اخي انت بتكذب ليه وعلى مين وليه؟ ده انت في الاول وفي الاخر قدامك حاله بتتكلم عليها خلاص هتشد منك الفيشه في يوم من الايام وهتنزل من الاتوبيس انت كمان وما تعرفش محطتك امتى. بمنتهى البساطه هو عايز يثبت ان هو راجل فخم وان احد القيادات كلمته عشان ينجدهم وان هو راجل على علاقات. ولما كلم الراجل بتاع الرعايه الطبيه تجاوب معاه. ما هو بيه ما يقدرش يقول له لا. يا اخي انت بتتكلم في ايه؟ عايز تفهمنا انك انت ولي طول ما انت قاعد بتعرف ربنا وبتذكر الله؟ يا اخي انا عايز اسالك سؤال. بما ان انت نفسك كاتب ان انت زعلت ان هي تواصلت معاك وكنتش عايز تعرف حد ان انت بتعمل الخير، ليه دلوقتي جاي تنشر الموضوع؟ مش انت من النوع الملائكي اللي لما بيعمل اي معروف او خير بيداري عليه؟ جاي دلوقتي تفضح الستر. يا جماعه في من الناس دي كتير. لازم يحط كل حاجة ويحط نفسه في أي موقف عشان يركب وياخد بنط ويعمل فيها قدامنا إن هو من الأولياء. احذروا الناس دي لأن اللهم احفظنا. الناس دي ما تعرفش ربنا، لأنه لو يعرف ربنا كان خاف. هيجي يقف قدامه في يوم إيدك اللي كتبت البوست هتقول يا رب هو اللي كذب. ربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس المحترمة اللي لا تعرف كذب ولا رياء ولا ضحك على الدقون. سلام عليكم. تتمسوا بالعافية.